السلام على روحك يا سليل المجد. لنجعل الصورة جامدة لحظات قليلة، نود أن نتأمل ملامح وجهك. ما نسيناها أبدا، ما نسيناها، مجرد تأمل في الملامح. الله ما أبهاك. بين ذكرى ميلادك وذكرى رحيلك زمن تعرفه الدنيا بأنه زمن الحسين، ويعرفه الأردنيون أكثر من غيرهم. ها أنت لا تغادر ذاكرتهم، لأنك لا يمكن أن تغادر وجدان تاريخهم. كأنه نهر ينساب من زمزم يروي كل روح مشتاقة للصفاء، والسرب المتأصل من الهواشم كنت فيه نسرا يطارحه الحمام هديلا. كنت فينا عز ديرتنا وشيخ القبيلة، والقبيلة أمة من المحيط إلى الخليج تصبر على الضاد فلا تحني الجباه إلا لخالقها. كم من الأجيال يفاق على صوتك تنادي حي على البناء، وكم شيدت ساعداك من الصروح في هذه الربوع. سميناك سيدنا حين ملأت قلوبنا محبة ورحمة وأملا وبصيرة. كان الحب عهدنا الذي جعل قلوبنا وقلبك ينبض على إيقاع قلب رجل واحد. كنا نحن أنت، وكنت أنت نحن، فكان الأردن بيتنا الطيب المحصن بالآيات والسواعد. ويأتي الآن امتحان آخر تنتدبكم له أسرتكم الإنسانية، لكي تكونوا مع زملاء لكم من سائر أقطار الدنيا جنود محبة وسلام. وأثق أنكم لن تكونوا إلا كعهدنا بكم، سفراء بلد ما توقف يوما عن تطلعه للسلام والطمأنينة. نتذكر أنك كنت أبا للأطفال، تأخذ من عيونهم براءتك، ويأخذون من عزيمتك حاجتهم كي يكبروا في وطن الحب والحصاد. وكنت أنت القائد والرائد والمعلم والإنسان، يا أبا الضعفاء والفقراء والأيتام. كم مسحت بكفيك الحانيتين جراحا ما كانت لتشفى لولا مروءتك. في زمنك عرفنا معنى الصروح جامعة ومعهدا ومدرسة ومصنعا ومعملا ومزرعة وحقلا. هناك رأيناك تنطق بسم الله الرحمن الرحيم، تضع لبنة هنا وتزيل ستارا يؤذن بمشروع واعد هناك. رأيناك حاضرا على مائنا ونارنا وخبزنا، أمينا علينا صادقا فينا، فكيف ننساك؟ وكم أشرقت شمس هذه الربوع على صباح مفعم بالوعد والسعد، وكم أقبل علينا ليل دامس أخرجتنا منه بضياء بصرك وبصيرتك. وكنت القائد والجندي معا. تلك هي وسيلتك كي يظل الجيش المصطفوي حارسا لأمته العظيمة. ذلك هو الجيش الذي جعلته مدافعا عن الإنسانية كلها حين تئن من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. أيها الهاشمي الذي حمل مشعل الرسالة تنير ظلام التائهين في ليل الفتنة كي يروا ملامح الطريق بإيمان يرق وقلب يخفق بالحب والعفو والصفح. فكانت العروبة فؤادك الطيب، والإسلام روحك المفعمة بالصوفية الطاهرة، والإنسانية شخصيتك التي أحبها الناس جميعا. ومن مثلك في زمنك؟ وقد آمنت بكرامة الإنسان لما كان غيرك يسحقون روحه وجسده وطموحه، ووقفت فينا تلخص تجربة الملك الإنسان. كنت مريضا ولم نكن نعرف. فكل ما حاولت في هذه الحياة وعبر هذه المسيرة ما كان إلا لينصب في
اتجاه واحد وهدف واحد، وهو أنه العشيرة الكبيرة والعزوة الطيبة يشعر كل إنسان فيها بقيمته، بإنسانيته، بأثره، بمكانته، ويساهم بالتالي في صنع ملامح المستقبل ورسم ملامح الطريق. إنسان واحد لا قيمة له في هذه الحياة، ولكن القوة الحقيقية هي في وضوح الرؤية لدى السواد الأعظم من الناس، في التماسك، في الوعي. عندما تكون لغة الإقناع والحوار هي اللغة السائدة وهو الأسلوب المتبع. ويأبى الرحيل أن يكون سهلا، فأنت لا تعرف إلا الصعب. حياتك جهاد وموتك جهاد، لكنك لم تسجد لغير الله، والأرض التي تلامس جبهتك هي أرض الشهداء والأصفياء والأنقياء والصابرين. عز علينا فراقك يا أبا عبد الله، فاحتسبناك عند ربك مع الصديقين والشهداء والأولياء. بكتك العيون والقلوب، وصارت من وراء نعشك المهيب في يوم حزين ليس كمثله يوم في تاريخ هذه البلاد. وجاءت الدنيا لتقول لنا: فقيدكم فقيد الإنسانية كلها، والذي نشيعه ليس ملكا يرحل من زمن، ولكنه زمن يرحل في ملك. لكن دوحة الهاشميين تجود بالأحرار يأخذون الراية من يد حرة إلى يد حرة تخفق في العلا، ولا تنكسر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فسلام على روحك يا حسين، وسلام على ذكراك، وطيب الله ثراك.